وييسر أمرك ويرزقكم جميعا. اللهم امين وياك يا رب. حلمت خير إن شاء الله في أبوي متوفي له 1 سنة و3 شهور. الله يرحمه. اللهم اغفر له ويرحمه. حلمت كأني في عزاء، بس ما أعرف عزاء مين، يعني ما أعرف من المتوفي. كأن في ناس كثير مجتمعين، كأني بروح دورة المياه حقت الرجال، يعني أنا متعني أبغى أدخل دورة المياه حقت قسم الرجال. زين يا شيخ؟ إيه اسمع، معلش من تعديل الطاقية، معلش أنا أعدل طاقيتي لكن أذني عندك. وقت الصلاة علشان أشوف من فيه يعني في قسم الرجال، وأهاوشهم أقول ليه ياخذون حلالنا. كأني لابسة وأنت بكرامة حفاضة، والحفاضة هذه كأنها حقت أطفال، وكان فيها وسخ وأبي أغسل بحمام الرجال. كأني أقول ما خلانا عمي فلان، وكأني جلست أصرخ وأقول أنت حرامي مالك دخل فينا، بغسل بالحمام حق الرجال. كأني زعلت ورحت مثل الحمام المكشوف في السطح، وجلست فيه على جنب وغسلت وكل شيء، والمي يعني ولميت الحفاض على جنب اللي أبوي منسدح. السدحة هذه كأنها يعني كأنه في بانيو، عرفت؟ كأنه في بانيو، ولقيت أبوي منسدح ومع رجال ثاني بس ما أعرف منه. قلت له تكفى يا أبوي لا تزعل، خلني أدخل وأفشله قدام الرجاجيل، خلني آخذ حقوقكم. وكأني يعني ألمس لحيته وأطلبه وأقول له تكفى ووافق يعني، وأدخل على المجلس وأنصاهم بالمجلس، وألقاهم هم 3 من عماني، 2 ذكرتهم يعني بالأسماء، وكأني أقول فلان وفلان. وكأني يوم دخلت المجلس فيه هنود وكأنهم مسؤولين وكأنهم ناس تجار في المجلس، وقلت أنت يا الحرام يرجع الفلوس، أنا هنا بفضحكم وبعلم الناس إنكم تاخذون حلال ناس ميتة. كأنهم قاموا وفي وجهي وحاولون يطلعوني بالمكان وأنا أصرخ بأعلى صوتي وأقول أنتم حرامية الله لا يوفقكم. وبعدها يا شيخ أنا صحيت من الحلم وأنا مرة حزينة بس أبكي. الله يغفر للوالد ويرحمه ويسكنه في فسيح جناته. آمين يا رب، آمين يا شيخ. كم عنده زوجات؟ واحدة؟ أبوي؟ إيه؟ أيوة واحدة بس أمي. الورث خلصتوه ولا لازال فيه علاقة لا أحد فيه؟ ورث أبوي خلصناه، بس في ورث أبوي من أبوه وأمه ما ندري عنه. عمان أيوة. محافظين عليه. خلاص الرؤية واضحة أصلا، الرؤية واضحة. أنا ليش سألت عن الورث؟ لأنه واضح إن الموضوع فيه ورث. قبل ما يموت أبوي يا شيخ، قبل ما يموت كان يقول هم خصمي يوم القيامة لا تأخذون منهم شيء. يعني أبوي لما يحتاج ويكلمهم ما يعطونه حقه. فقال أبوي ترى هم خصمي يوم القيامة. أبوي تعب فترة 1 سنة وشهرين حتى ما كانوا لا يحولونه ولا يسألون عن حال أهلي ولا شيء. والمشكلة أنهم يا شيخ ترى ما هم محتاجين. خلصتي؟ المشكلة أنه أنا بديت الحين وبديت يعني أبحث وكذا، طلع لي أن جدتي غير متوفية، أو جدتي متوفية من 22 سنة. تكفى يا شيخ، أنا في هم ما يعلم فيه إلا الله. أنا ما حلم في أبوي كثير، لكن إذا حلمت فيه كأني أطلبه. طيب خلصتي عشان أجاوبك؟ أي خلصت. شوفي، واضح وضوح الشمس بناء على الرؤيا. أنت إعلامية؟ صحيح، أنا من مشاهير السوشيال ميديا. الله يحييك. الله يسلمك. طيب عاد نزلي بحسابك الكلام هذا، لأنه واضح في الرؤيا أن والدك الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته ظلم واضح، ظلم أصلا في حياته أثناء وجوده في الأرض من بعض الأشخاص اللي أنت ذكرتيهم. تحفظي على الأسماء. وأنا تحفظي وأنا بتحفظ
بس انت فهمتيني وانا عارف شو اقول، انت عارف شو اقول. صح. نعم، ظلم واضح، بل بالعكس جاروا عليه جدا، وكانوا يعرفون انه يعرف، هم كانوا يعرفون انه يعرف ان له حقوق، وكانوا يدرون انه يحتاج حقوقه، ومع ذلك قصروا فيه. هم من ام واب او فيه اشقاء كلهم، ولا فيهم اشقاء كلهم؟ كلهم. نعم. لذلك الرؤيا تقول ان والدته توفى رحمه الله عليه وله مطلبه ماليه بحته، اشياء ماليه بحته، وربما حتى في عقار او منقول او اي امر موجود. نعم، ولكنهم متحفظين عليها، اخفوها. في ناس اخفوا هذه المعلومات. نعم، في ناس موجودين في حياته وبعد مماته اخفوا هذه الامور كلها، تحملوا وزر الورث. الشخص اللي كان ولي بعد وفاة الجد، اللي هو أبوك أنت وأبوهم اللي هو جدهم، هم الولي اللي كان ماسك الولاية بعد وفاة الجد. الله أعلم أنه يعرف تمام المعرفة عن جميع الأملاك وعن جميع الأشياء المنقولة وغير المنقولة والمالية والمبالغ والديون وكل شيء. حتى ربما والله أعلى وأعلم أن الجد الله يغفر له اللي كان هو المورث الأساسي، ربما عليه دين مطلوب دين، وهذولا يعرفون تمام المعرفة، وأخفوا حتى عن والدته المديونية هذه، ما سددوها حفاظا على المبالغ المالية اللي عندهم. ليش؟ لأن أنت قلتي بدخل عندهم في المجلس وبسميهم بالأسماء وبفضحهم، هذا دليل على أنه أنا سميتهم وأعرفهم 3. أنا قلت لك سميتيهم بالأسماء وتعرفينهم، أنت ذكرتيهم بالأسماء وتعرفينهم، قلتي أبى أفضحهم قدام الناس أنه صحيح. عندهم كذا وعندهم كذا وأنهم ظلمة، يعني بما معنى. وأبوك وينه؟ متمدد منزدح هو. الله منزدح كأنه بالحوض حق. نعم، هذا فهمت عليك. أنا ما أبغى أقول اسكتي. آسفة. اسكتي. الوالد هو متمدد بالبانيو. اي اخيرا سكتت اعلاميه، قلت اسكتي. اي واحده سكته. هذا يدل على ان الوالد الله يغفر له ويرحمه كان لا يملك لا حولا ولا قوه، كان رجل طيب، رجل خير، كان يحافظ بجهد المستطاع، يحافظ على انه تبقى البنيه حقتهم كاخوان تبقى متماسكه، ولكنه مع الاسف الشديد ما احترم ولا حد قدر هذا الشيء، بل بالعكس اساءوا له وهمشوه اصلا. حتى اثناء حياته همشوه واستغلوا طيبته. هو طبعا قبل لا يتوفى الله يغفر له ويرحمه، الله اعلى واعلم انه حتى وقف بين يدي الرحمن وذكر هذا الامر. الله اعلى واعلم انه قال انا اشتكيهم الى الله. اخذ حقي. مرتين قالها لنا وقدامنا، قال يا بنتي لا حول ولا قوة، يا أنتم لا تدورون وراهم، ترى هم خصمي يوم القيامة. وقلتها أنا لهم، تدري يا شيخ أنهم ما عزونا في أبوي؟ تدري يا شيخ يعني أنا كنت أتعب وأنا أدور وراه في المستشفيات يعني، وهذا بر من الوالدين، يا رب لك الحمد. أقول الحمد لله أني سعيت في أبوي 1 وشهرين وأنا مع أنقله من مستشفى لمستشفى. تدري يا شيخ أنهم زعلوا؟ يقول ليش تنقله مو على كيفها؟ أنا أدور لأبوي مصلحته، دخلته يعني. أول ما جت الجلطة كان يتعالج في المستشفى، وبعدها قالوا لي روح للتأهيل عالجيه، يعني خلاص يبدأ جلسات علاج. تدري يا شيخ أنهم يعني صاروا يتبلوني بالكلام، صاروا يعني يحقروننا، يعني لا وصلت للعزة أنهم ما حضروا عزا أبوي، فتحوا بيوتهم وجلسوا يقولون لا إحنا ما نروح لهم، هم اللي يجونا. شلون أمي تحاد على أبوي؟ شلون إحنا نجيكم؟ العزاء معروف إنه دائما في بيت المتوفى. هذه هي يعني، إحنا ما يكفي صح بيتنا حريم ورجال، إحنا فتحنا للحريم وللرجال فتح خالي البيته لأنه أقرب لنا. فللأسف ما جو يعزونا، ما جو يحتووننا، ما جو قالوا يا بنات أخوي وش تامرون فيه وش تبون فيه على طول. خليني أقول لك شيء، خذيها قاعدة، اللي ياكل حق الحي يبي ياكله ميت. يعني هل يعقل اني انا باخذ حقك وانت حي قاعد تشوفني ولمنك مت تسلمه؟ بالعكس يسيطر عليها اكثر. انا ما اتكلم عن الان عن قضيه الاخت هيفا او غيرها، اتكلم عن القضيه بصفه عامه، انه اي انسان ياكل حق الحي يبي ياكل حق الميت،
ولا عنده ولا تفرق معه اصلا، ما تفرق معه، لانه هدفه الاساسي اهداف ماديه بحته. انا ابحث عن اشياء ماديه، انا ما علي منك انت ميت او حي او عندك ورثه او عندك ابناء او عندك بنات او ما عندك، انا ما يهمني، لان انا انسان فاتح عيني على الدنيا فقط، وكأن الرحيل فقط لهذا اللي من رحل، وانا ما راح ارحل ولا راح الحقه، ما راح اكون معه يوم من الايام في القبر ونتحاسب انا وياه، نستوقف. من اصعب ما يكون على وجه الارض اكل حقوق الاموات واكل حقوق الورثه. فاما اليتيم فلا تقهر، فاما اليتيم فلا تقهر. انا عندي اب متوفي، انا عندي اب متوفي. بعض الناس يقول انا وصلت 40 سنه او 50 سنه ومات ابوي، اصبحت انا مو بيتيم. لا، اليتم من فقد امه واباه، نعم هذا اليتم حقيقي، اللي يفقد الام والاب هذا يتيم فعلا. هم يقولون عليه فاقد، لكن لا، المسمى الحقيقي انه يتيم، يؤتم، يفصل عنه ابوه وامه حتى لو كان كبير في السن، ويفقد كما يفقد الطفل، ويحزن كما يحزن الطفل اللي توه مولود. ليش؟ لانه مهما كان عظمه الاب وعظمه الام موجوده. فلما يجي احد من المقربين اللي الله سبحانه وتعالى اراد انهم يكونون هم مقربين لي، فرضوا علي من الله سبحانه وتعالى انهم يكونوا اخوان او اعمام او مهما كان، هذا دليل على انه نسال الله السلامه ان تكون القلوب سوداء. الله يحمينا وياكم. اكل حق الورثه من أسوأ ما يؤكل، من أسوأ ما يؤكل، وبيحاسبون عليه. الرؤيا تشير الى انه، خليني اعطيك الرؤيا الحين. الرؤيا تشير ان ابوك الله يجعله في الجنه ووالدينا جميعا، تدل على ان هذا الرجل تقي نقي خاف الله، صبر على اشياء كثيره جدا مقابل انه يحفظ الود ويحفظ الاخوه. في الرؤيا كذلك يدل على انه فعلا ابتلي من احد من المقربين، ابتلي ابتلاء عظيم في حياته وبعد مماته، ولا زال الى الان يؤذى في قبره بما يؤذون فيه عياله، وكانه ما اخذ حقه لا حي ولا ميت. اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يفرج همكم، وان يعجل لكم بالفرج، وان يكفيكم شر من احاط بكم من انسه وجنه. نعم، في ناس يقولون انه غلطان، مثلا اني انا قلت انه هذا يتيم. اعطوني مسمى الواحد يفقد امه وابوه، شو نقول عليه؟ يتيم الاب والام سواء صغير او كبير. فاذا كان كبير تحمل مسؤوليه واصبح يعني عاقل مدرك يستطيع انه يتعايش، فهو فاقد ويتيم، يزيد عليه حاله، يزيد اكثر انه يتيم وفاقد لوالديه. اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يرحم الاباء والامهات، وان يمتع الاحياء بالصحه والعافيه. الوالده كيف صحتها؟ أمي مرة تعبانة يا شيخ. كم عمرها تقريبا يعني؟ أمي تقريبا 56. مشاكلها بالصدر وبالبطن؟ أيوة، تقريبا بالحنجرة كان عندها ورم واستأصلته، وبعدين تعبت جاها الأورام في الإبط، وبعدين بالصدر، وبعدين ما عاد راجعت من توفى أبوي ما عاد تروح مستشفيات ولا شيء. أثرت عليها في وزنها شيء المشاكل هذه؟ لا. وزنها طبيعي ما تأثر؟ لا. خليني أسألك سؤال عشان تطمئنين على الوالدة. أنت الآن عندها في البيت الحين ولا برا؟ لا، أنا في بيتي. طيب، إذا رحتي للوالدة حاولي بجهد المستطاع أن تشوفين عينها من تحت من المنطقة السفلية هذه. شوفي هل في صفار ولا ما في صفار. إذا كان العين بيضاء سليمة تماما يعني ما في شيء، أو إذا سكرت عيونها تماما، إذا قفلت اقرأ عليها الفاتحة وهي مقفلة عيونها، وتتبعي العين من فوق من تحت الحجاج. إذا فيه رمش سريع جدا استمروا عليها بالرقية، إذا ما فيه برضو ارقوها لأنه ربما تكون أشياء جسدية. أسأل الله أن يحميها. وفي تأثير طبعا، في تأثير عليه. يا شيخ تكفى، أنا طالبتك أبغى الكل يدعي لأبوي إن الله يغفر له ويرحمه. أبوي هو الداعم لي، أنا طبعا أساسا حسابي حق المتأخرين بالإنجاب وأنا داعمة لهم. أنا زوجي كان عقيم وربي رزقني الحمد لله بفضل من الله 4 توائم، يعني 3 توائم وبنت الحمد لله. ومع زوجي عقيم ما أبي أحد ييأس، والله يرزقهم يا رب الذرية الصالحة. أبي الكل يدعي لأبوي لأن هو الداعم لي بعد الله سبحانه وتعالى في ذا الحساب. يعني أنا لا لي على قولته فايدة في ذا الموضوع ولا شيء، بس أبيهم يدعون لأبوي بس أن الله يغفر له. أبوي فعلا كاف عاف خير راعي بر في والدينا، الله يغفر له ويرحمه ويجبرنا إحنا على فرق يعني أشياء كثيرة راحت من عندنا. يكفي سبحان الله الراحة السعادة السند، كل شيء راح من عندنا. يعني إلى يومك يعني أبوي له 1 وشهرين 2 إحنا ما فارقت عيوننا الدمعة، 24 ساعة نبكي، 24 ساعة نتذكره.
جزت يعني اللي عنده والدين يحمد ربهم يشكره، يسعى لهم ويدور رضاهم ويناظرهم، حتى إذا تعبوا يوقف جنبهم. والله العظيم إني أتمنى أبوي في المستشفى وإني أكون حوله، ولا أتمنى أنه تحت التراب ولا أقدر أوصله. صحيح إحنا نقدر نوصله بالدعاء وبالصدقة وبالاستغفار وكل حاجة، بس صراحة ما في مثل وجوده ولمسة يده وحنانه، ما في أبدا مثل وجود الآباء في الحياة. أتمنى من الجميع يعني أنه أنا ما طولت عليكم، والصراحة أول مرة أطلب قسط، وأول مرة أدخل وأترجى أحد أنه أدخل قسط وأفسر هذا الحلم. هذا الحلم مرة أتعبني في حياتي. أنا نفسيا ما عاد قدرت أقابل أحد، حتى عيالي ما عاد ودي أقابلهم إلا ساعة وأطلع، ما ودي أتعلق في أحد بعد أبوي. سبحان الله، أحس أبوي راح وراحت معه كل شيء، يعني حتى راحتي ما عاد ألقاها يا شيخ. 24 ساعة متوترة، 24 ساعة أبكي، أطلع شغلي وأنا أبكي، أرجع للبيت وأنا أبكي. حتى الأسلوب ما عاد صار عندي أسلوب مع الناس، بعدت عن كل الناس، حتى صاحباتي ما عاد أبي أقابل أحد، بس أبي أجلس لحالي بغرفتي. تعبت نفسيا فعلا، يعني أكلت مهدئات ما نفعت، كل شيء. سبحان الله، يعني أنا قلت بفسر ذا الحلم ولعلها إن شاء الله راحة لي بإذن الله تعالى. طيب ابشري، اسمعيني يا هيفاء، اسمعيني الله يرضى عليك. انت احزنتيني انا، واكيد انه في ناس كثير الان حزنوا معنا بنفس الوقت، لانه الاب، انا تكلمت عن الاب كثير، وفي اغلب الناس يقولون لي لا كيف انت تقول هذا الكلام، وهم ما يعرفون قدر الاب. في ناس كثير ما يعرفون قدر الاب نهائيا، وخاصه اللي الله يحمينا واياكم العاقين في الآباء. أنا متكلم عن الأم قليل جدا من يعق فيها، ولكن الآباء كثير جدا اللي يعقون فيهم، لأنهم يقولون أن الأب قوي وأنه كذا وأنه ما عليه وأنه أهم شيء أمي وأنه كذا، فهذا أكبر خطأ. الأب، سئلت امرأة عن الأب قالت باختصار: طالما أرى حذاء أبي أمام الباب فأنا بخير. فأول شيء بالنسبة لشيفاء ولي أنا وللي يسمعونا الآن، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض للآباء المتوفين، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن ييمن كتابهم وييسر حسابهم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرزقهم الجنة مع الشهداء والصديقين. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن لا يحزن قلوبكم بعد وفاة الآباء والأمهات. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يلم شملكم وأن يلم شعثكم وأن يكفيكم شر الهموم والأحزان على الوالدين. أسأل الله العظيم أن لا ينسينا الدعاء لهم وينسينا الحزن حتى نستمر في طاقتنا وفي استمرارنا في الحياة. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض من كان منهم من الأحياء، أسأل الله العظيم أن يعينكم على برهم. أسأل الله العظيم أن تكونوا لهم من البارين، وأن يكتب لكم أجر البر وأجر الوصول والتواصل مع الآباء والأمهات المتواجدين معكم، والتواصل مع الأموات بالدعاء والصدقة باستمرار بدون توقف. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجبر مصابك أنت يا هيفاء وكل من يسمعني في هذه اللحظة. هذا بالنسبة للدعاء، أسأل الله أن يستجيب لنا جميعا يا حي القيوم. اسمعيني يا هيفاء، وأنا أبغى تسمعوني، مو بس أنت، أبغى أنت وأنا طبعا أبوي وأمي توفوا كلهم سنة واحدة بنوبة قلبية، وكلهم ما تجاوز ال60، الوالد في الستينات والأم في أقل من 52 58 بالكثير، يعني في الخمسينات. توفت بنوبة قلبية بدون مقدمات كذا مباشرة، كلمتها في الليل والصباح دفناها. والوالد نفس الشيء، كلمناها بالمساء والساعة 9 الصباح دفناها، الساعة 12 الظهر دفناه في مكة. توفى بنوبة قلبية، نفس اللي حدث مع الوالدة ونفس الأعراض ونفس كل شيء، وتوفى اثنينهم. حنا لا نملك أبدا إلا الدعاء لهم. لازم تتخطون الخطوة هذه، لأن أول شيء ترى على فكرة إذا أنت تحبين الوالد، الرؤية مبشرة للأبوك إنه كان على خير وإنه كان مظلوم لا ظالم. نعم، لأنه مزدح، هذا يدل على إنه ظلم ما ظلم، وانه انت تترجينه انه انت تشتمين. ألمس لحيته واقول له تكفى. نعم. تكفى، خليني اروح اواجههم، خليني اعلم الناس انهم حراميه. فهمت عليك. انا ابغى اوصل لك فكره. اول شيء اطمئني تماما، الرؤيه هذه مبشره للوالد بنسبه عاليه جدا انه من اهل الخير، واسال الله العظيم رب السماوات والارض ان انت شفتيه على طبيعه الحال انه يكون من اهل الصلاح ويكون من اهل الجنه، وهو مو بظالم الحمد لله. اهم شيء انه مو بظالم، هذا اهم شيء في النقطه، انه رجل غير ظالم ابدا. هو ظلم. اللي ابغاه منكم انت وانا والجميع، الكلام هذا للجميع، انه الاموات اذا ماتوا حنا ننسى حزنهم تماما، ولا نبكي عليهم بكثره،
ولا نؤذيهم بالبكاء، ولا نؤذيهم بالحزن، ولا نؤذيهم بتعاسة أحوالنا بعدهم، لأن هذا ترى مؤذي للوالدين إذا توفوا. الحل الوحيد فقط أن الدعاء لهم، استمرار الوصل لمن كان يوصلون في الدنيا وكان يوصلهم، الصدقة دائما ما نغفل عنها، إذا نستطيع بالعمرة، إذا نستطيع بالحج، إذا نستطيع بتقديم أي أمر من الأمور اللي توصلهم إلى قبورهم، أفضل من البكاء وأفضل من الحزن اللي لا يقدم ولا يأخر، إنما يتعسكم ويؤذي الأموات. لأنه الأب، شوفي خذيها قاعدة، الشيء اللي يؤذي الأب في الحياة في الواقع تراه يؤذيه في الممات. عندما تكونين أنت دائما بالشكل هذا يا هيفاء، وأنت إنسانة قوية وإعلامية وتطلعين وعارفة، ويعني المفروض تكونين أنت ترشدين، مو بتبحثين عن من يرشدك. أنت المفترض أنت ترشدين الناس، أنه أنا لا، كل يوم أنا كئيب وحزين وما أكلم أحد. طيب إلى متى؟ الحزن هذا هل بيرجع الوالد؟ ما راح يرجعه، بالعكس أسأتي له للأمانة. خذيها مني أنا، أنت الآن قاعدة تسئين للوالد بالحزن هذا اللي ما له مبرر أصلا، أنه أنا حزينة دائما ما أكلم، تغيرت أحوالي حتى في العلاقة الزوجية، حتى مع الأسرة في الأبناء في كذا. اسألي نفسك سؤال واحد فقط، هل الحزن هذا يبي يرجع أبوك للدنيا وترجعين تخدمينه من جديد، ولا انتهى الموضوع؟ فإذا كان لا، انتهى الموضوع تماما. إذن فقط كوني مبتسمة، كوني إيجابية، كوني سعيدة جدا، لأن الأب هذا ما انتقل إلى جهنم، انتقل إلى رب الأرباب، انتقل إلى الرحمن الدنيا ورحيمها، انتقل إلى دار إحنا كلنا بنلحق فيها، مو بس هو اللي راح، كل واحد ينتظر دوره عشان نلحق. خلاص انتهى الموضوع. إلى ذلك لازم نتوقف عن الحزن تماما ونعيش واقع الحياة ونستمر. فأنت فقدتي أب وأنا فقدت أب، وهذا فقد وهذا يفقد، وعيالنا بكرة يفقدوننا ونفقد ونستمر في الفقد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك وعلى فكرة ترى مهما حدث معنا في الدنيا من مصايب ومن كوارث ومن هموم ومن أحزان، ترى هذا تمحيص للذنوب، كفارة، استغفار، ترى هذا في موازين حسناتنا. فلذلك نستغل الفرصة ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن والدي توفى، ما ظلم أحد ولا آذى أحد ولا شيء. أنا أبحث عن هل له مظلمة هو أحاول أخذها، إذا هو ظالم لا سمح الله أرد مظلمته. هذا الشيء اللي نقدر أقدمه لأبوي ولأمي إذا توفوا. أما أني أشيل الحزن فقط وأقعد شايل حزن وشايل هم، أغير مجرى حياتي. إذا كانت المرأة متزوجة تتغير مجرى حياتها في بيتها، تتغير مجرى حياتها مع عيالها، في وظيفتها، في شغلها، تتعطل عليها بعض الأمور، ربما حتى تصل إلى العبادات، تصل للعبادات. لأنه أنا حزين دائما، حتى عبادتي تلقين فيها نقص، فيها حزن، فيها هم. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالحزن. شوفي ترى في القرآن أكثر من 44 آية كلها تمنع ولا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا. كل هذه تشير إلى أن الحزن أساسا غير محبب للمسلم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يحب الحزن، لذلك نهى في القرآن في أكثر من آية، تقريبا 44 آية في القرآن لو نبحث عنها، كل هذه تشير إلى أنه لا تحزن لا تحزن لا تحزن، حتى لا تحزن إن الله معنا. لذلك أنا أقول لك يا أخت هيفاء من الآن قفلي الملف تماما. كم صار للوالد متوفي؟ 1 سنة و3 شهور. الله يغفر له. ولا تقعدين تحسبين، تجيبين ورقة وقلم، 1 سنة و3 شهور ويومين، 1 سنة 3 شهور و9 أيام، وش بتسوين بالحسبة حقتك يا هيفاء؟ اسكتي. خلاص والله تعبت يا شيخ. اسكتي. كيف أنا عندي سؤال بس. اسكتي. اسكتي لحظة. اسكتي لحظة. اسكتي. لا تقعد تحسبين صار لك كذا، صار لك كذا، صار لك كذا، صار لك كذا. لا، وقفي تماما. إذا تستطيعين تأخذين حقوق أخذيها، ما تستطيعين قولي فوضت أمري وأمر والدي إلى الله، إن الله بصير بالعباد وسريع الحساب. ثم عليك بالدعاء للوالد واستمري في الحياة طبيعي جدا، تعايشي. لأنه في كذا أنت بتنقصين من حق الزوج، وهذا ترى بعد تؤثمين فيه. لما يجي الزوج والله الرجال مستانس ومبسوط وجايب الكافي حقه ولقى هيفاء مبوزة مادة بوزة كأنه بوز شفاط النمل. ليش يا شفاط النمل ايش فيك؟ قلتي والله ابوي متوفي له سنه. طيب خلاص الله يرحمه ويغفر له. اخر شيء ممكن يبدا يقول كلام ما يعجبك، يا بنت الحلال طيب وخير طير، يمكن يقول لك كذا. طيب ابوش توفى، ابوي توفى بعدنا، انا لي حقوق لازم تنتبهين لي، عيالنا، حياتنا. طيب ما راح توقف الحياه على شخص. خذيها قاعده، ترى الحياه ما توقف على شخص، لا على ابوي انا ولا على ابوك انت ولا عليك انت ولا علي انا. اللي يموت الله اسال الله ان يجعله في الجنه، ندعي له ولا ننساه من الدعاء ومن الصدقه. اما الاحزان والاوهام والاشياء هذه قاعده تصير، لا نبعد عنها تماما، لان الشيطان بيقعد يستقعد لكم كل يوم منام، كل يوم منام، كل يوم منام في الوالد، حتى تشوفين احيانا اشياء ما تسر وهي غير حقيقيه. كفلي على الموضوع يلا. ما حلم فيه يا شيخ الا يعني في الشهر، يعني من توفى ما حلمت الا حلمين بس، هذا اللي اتذكره، الثاني فعليا مثلته. احمد ربك انا من يوم مات ابوي يمكن ما شفته في المنام يمكن 3 4 مرات، له 20 سنه.
الله يغفر له ويرحمه يا رب، امين يا رب، وجميع امين امين يا رب. طيب أسألك سؤال، اسالي. سؤال واحد يا شيخ. أنا أبوي هو الوحيد اللي كنت أنا يعني على قولتهم لي هيبة إني أنا أوديه للمستشفى. يعني إذا كلموني أهلي قالوا لي هيفا تعالي أبوس تعبان، أجي أنا الوحيدة اللي أقدر أطلعه للمستشفى. ويوم دخل المستشفى من وعكة لوعكة لوعكة، يعني أبوي ما طلع من البيت من المستشفى أبد. هل يا شيخ أنا تشوفني يعني إنه أنا اللي ذنب في هذا الموضوع؟ بس أبي أريح ضميري بس. بالعكس انت على خير وتؤجرين، واسال الله ان يكتب اجرك ولا يحرمك كل اللي قدمتيه للوالد. بالعكس هذا دليل على انه انت كنت جيده وكنت ممتازه وكنت توقفين مع الوالد وقفات جميله. وش اللي من اللي قالت انت على خطا؟ بالعكس انت تؤجرين، اسال الله ان يكتب اجرك، انت على اجر عظيم انه انت كنت مع الوالد. والله يا شيخ ليتك ما وديتيه وخليتيه عندنا احسن من انك وديتيه وابوي ما عاد شفناه. يعني مره هذه الكلمه توجع. اسمعي والله بفصل عليك فصله ما تتخيلينها. كم عمرك؟ ردي علي. 37. 37. وش مستوى تعليمك؟ جامعيه انا. جامعيه. والله لو القاه ذا اللي اعطاك الشهاده الجامعيه لا اشتكي على هيئه الاعلام يسحبون شهادتك. يعني تتوقعين لو ما وديتيه المستشفى بيقعد حي للحين؟ بس الضمير على قولتها. اتركي الضمير على جنب، اتركي الضمير على جنب. انت لو ما وديتي ابوش المستشفى بيقعد حي؟ طبعا. انت تسببتي فيه، انت وديتيه عشان تموتينه ولا وديتيه عشان تساعدينه؟ اي والله وديته عشان اساعده. يلا روحي تعشي اندومي، يلا دقي في الاندومي اللي تشبعين ورقدي، حطي عليها بيض ان شاء الله. ابشر. وتونه. الله يجزاك بالجنه يا رب، يسمح امرك وييسر امرك ويرزقك ان شاء الله. السلام